السلام عليكم. مسا على الناس الكويسة. هنديلكم النهاردة أفكار تقدروا بيها تخلصوا الجيم كجانجلرز لما يكون أول الجيم ماشي كويس معاك، وإزاي تمنع اللي ضدك من إنهم يرجعوا بالجيم، يعني بالعربي تكسب الجيم في أول 10 دقايق. يلا بينا. الجنجل أو الجانجلرز مكان صعب وبيختلف عن أي لين تاني. ببساطة أي لين مهما وقع له أبراج هيستنى في اللين بتاعه لحد ما المينيونز بيجوا لحد عنده، لكن الجانجلر بيقعد يتفرج على الخريطة وهي عمالة بتضلم وأبراجه بتقع، وكل ما الوقت بيعدي الجنجل بتاعته بتكون مكان خطير جدا وصعب يمشي فيه لوحده علشان ياخد فارم، لأنه هيتعكش وهاتك يا دعك من قلبك يحبه. خلونا متمسكين بالفكرة دي علشان هنحتاج لها بعدين. هنتكلم الأول عن كام نقطة كده بيوضحوا المنطق من الجنجل، أو إيه فايدة الجنجلر عموما. الجنجل عموما بتكون في أكبر تأثير ليه في بداية الجيم، أولا علشان فرق الجولد والليفلات بيكون قيمته أعلى من آخر الجيم. الفرق بين ليفل 1 وليفل 2 كبير جدا، لكن الفرق بين ليفل 17 و18 مثلا مش حوار. نفس الكلام بالنسبة للايتمز، لما يكون معاك 1 ايتم واللي ضدك معاه 2 ده بيعمل فرق كبير جدا. لكن اخر الجيم لو انت معاك الستة كاملين وهو معاه 5 بس، الفرق مش كبير قوي. يعني الفرق ما بين 1000 جولد الدقيقة 5 مثلا بيكون فرق كبير جدا، لكن لو فضلت انت تلعب لعبك العادي وما حاولتش تستغل الفرق ده في انك توسعه مع الوقت، هتلاقي ان الفرق 1000 جولد ده دقيقة 20 كأنه مش موجود اصلا. كل ما الجيم يطول ال1000 جولد الفرق هيكونوا ملهمش اي اهمية. برضو بالنسبة للأعداد، أول الجيم كل الضرب بيكون 1 لواحد، 2 لواحد، 3 لاتنين، وهكذا. دورك بيكون كبير جدا في الأوقات دي وبيكون لك تأثير كبير على الفايت، لكن آخر الجيم بتلاقي 5 ضد 5 ودورك لوحده بيكون قليل مقارنة بالأربعة اللي معاك والخمسة اللي ضدك. احتمالات أكتر وعشوائية أكبر، وبالتالي لازم إنك تحاول ما توصلش للوقت ده. الوقت اللي مش بيفرق فيه انت كنت قوي ازاي في اول الجيم ولا كان معاك كام 1000 جولد زيادة. لازم تخلص الجيمات قبل ما تلاقي الكل عدى ليفل 15 و16 وبقى الكل معاه 5 و6 ايتمز. ساعتها الفرق هيكون فرق لعيبة وتشامبيونز، ومين بيكون اقوى اخر الجيم ومين بيقع. تعال نشوف بقى الجيم ده من التشالنجر لمورجانا ضد أودير. هنناقش فيه ازاي أودير قدر انه يكون متقدم على مورجانا والمفروض يعمل ايه بعد كده. هنا أودير جه الميد لين علشان يساعد فيجر اللي معاه انه يودي الويف تحت برج كيانا علشان فيجر يقدر يرجع. لو رجعنا بقى الاساسيات اللعبة، فيجر دمه قليل جدا ومشطب مانا ومش هيقدر يمشي من اللين من غير ما يخسر مينيونز، الا لو ودى المينيونز تحت برج كيانا. وطبعا كيانا الناحية التانية مستنياه يعمل كده علشان تنكحه، ولكن أودير بوظ لها خطتها دي وساعد فيجر بتاعه وحماه من انه يخسر اللين. لو انت مش بتاخد بالك من الحاجات دي يبقى ما تقعدش تعيط وتقول اصل بينزل معايا بهايم، ده انت اللي بهيم بس مش واخد بالك. يس، الفكرة بقى في اللي بعد كده. هو عارف ان فيجر عاوز يعمل ريكول، وبالرغم من كده مشي في الجنجل بتاع مورجانا وراح ياخد الرابتورز او الفراخ. ازاي ده صح بقى؟ لان معاه برايو، يعني أسبقية أو قوة. هو هنا زنق كيانا تحت البرج بتاخد في المينيونز، فمش هتقدر تتدخل لو مورجانا دبت فيه، فبالتالي هو في أمان وبياخد الكامب وبيسيب فرخة صغيرة ومش حدودتنا دلوقتي وبيمشي يروح ياخد كامباته هو. طب ازاي ده مهم يا بهواشي؟ كل نص من الخريطة بيكون فيه 4 كامبات صغيرة، صح عن ترزبلة؟ الكامبات بتنزل كل دقيقتين و15 ثانية تقريبا. الفكرة في انك تاخد كامبات اللي ضدك هي ان الكامبات مش على طول موجودة، وإلا كان التشامبيونز طبعا اللي بتفرم الكامبات بسرعة بقوا اقوى جانجلرز في اللعبة، بس دي مش حقيقة. ما علينا. في الوضع العادي لو كل واحد اخد 4 كامبات فهياخد نفس كمية الجولد والاكسبيرينس، وبالتالي لما أودير هنا اخد كامب زيادة هو بقى هنا واخد 5 واللي ضده 3، يعني عمل فرق كامبين يا معلم، وده بيعمل فرق حوالي 30% او التلت بين التو جانجلرز. الفرق ده في اللين مثلا بيكون زي الفرق بين واحد عامل 100 فارم واللي قصاده عامل 66. تخيلت يا مستر بيلي الموضوع كبير ازاي؟ هيكون معاه جولد اكتر
اكتر يقدر يجيب بيه ايتم اقوى، وكمان هيقدر يعلى في الليفل بسرعه اكتر. يعني هو بقى اقوى من مورجانا وسبقها في الجولد والاكسبيرينس. تعالوا بقى نشوف أودير المفروض يعمل ايه علشان يحافظ على التقدم ده. هو محتاج يعمل 3 حاجات يا مؤمن. اول حاجه انه يفضل في نص الخريطه اللي فيه مورجانا. تاني حاجه انه يلعب على الدريك والبارون والسكاتل وكده الاوبجكتيفز يعني. تالت حاجه يا اسطى انه يفضل محافظ على التيمبو ده او الاسبقيه دي، وهنشرح النهارده اول نقطه بس، التانيه والتالته هنأجلهم كمان شويتين. هنا أودير بعد ما ياخد السكاتل قرر يعمل ريكول، رغم ان كامباته اللي جنبه ناحيته البلو باف قربت تطلع. ليه هو بيعمل كده يا عبدو حناكة؟ هو بيعمل كده علشان هو داس على زر الجوين او الانتساب اللي في قناة بابا بوهوش، وفهم ازاي يكون موجود ومؤثر ويصلح من غلطاته ويتعلم حركات زي دي واكتر. دوس انت كمان وابدا اتعلم ازاي تصلح من غلطاتك وتحسن في اللعبة وتخرج من قلق الضحك بتاعك ده. نرجع للسبب الحقيقي بقى. علشان يحقق النقطة الأولى إنه يفضل مع مورجانا في نفس النص. مورجانا كانت موجودة لما هو كان بياخد الفراخ، وده معناه إنها تاخد باقي الكامبات اللي جنبها اللي هم الريد والصخور، وبعدين تنزل على النص اللي تحت. هو لازم يكون موجود معاها في نفس النص ويبلطج عليها جوه الجنجل بتاعتها لو هو معاه برايو في اللينز اللي حواليه، او يستناها لما تنزل تعمل جانك للبوت لين فيقوم هو كاشف الورقه المقلوبه ويستدعى اكزوديا، قصدي يعمل لها كاونتر جانك. معلش العاطفه خدتني شويه من يوجي موتو. المنطق ورا الموضوع ده وضحناه قبل كده في فيديو ازاي تلعب وانت بيهايند كجانجلر، لو انت متابعنا يعني، ومن اصل حبايب قلب بابا بهوش. هتلاقي انك وانت خسران او اللي ضدك اقوى منك لازم تحاول تتفاداه في الخريطة، تشوف هو بيعمل ايه وتبعد عنه، وتحاول تحقق نجاحات في مكان بعيد عنه على الخريطة. هو بياخد دريك، روح خد ريفت. هو بيعمل جانك للتوب لين، اعمل جانك انت للبوت لين، او ادخل خد كامباته اللي تحت طول ما هو بعيد عنها. أودير بقى هنا هو الكسبان، ولو سمح لمورجانا انها تعمل كده او اي حاجة من اللي قلناها ده يبقى بيسيبها ترجع للجيم. لو هو عمل جانك للتوب وهي نزلت للبوت يبقى هو ما استفادش حاجة، لان الموضوع بقى متساوي لين قصاد لين، وده معناه خسارة بالنسبة لأودير الكسبان، لانه كسبان فلازم يبلطج على مورجانا ويحافظ على التيمبو بتاعه. بص كده على الجراف ده بيوضح لك الجولد اللي انت بتاخده بمرور الوقت. المفروض يزيد في خط زي كده، علاقة طردية يعني، لانك كده كده هتاخد جولد. بس هل قوتك بتزيد بنفس المعدل؟ الحقيقة لا. قوتك هي الستاتس اللي بتيجي من الايتمز، ومش بتزيد قوتك غير لما بترجع تشتري، وبتفضل ثابتة لحد ما تقرر ترجع تشتري مرة تانية. كم مرة لقيت جانجلر في قلة الضحك والضحكوية مع 4000 جولد ونسي يرجع وبرضه عمال يفرم ويدخل فايتات ويدي اللي ضده شات داون عنيف جميل شديد. طالما انت معاك ميزة يا رجب يا طيوزة نسبية وجولد اكتر، يبقى لازم تستغله في اسرع وقت ممكن، والا هتلاقي اللي ضدك عمال بيجمع جولد اقل منك بس بيصرفه، وانت محلك سر، وتلاقي فجأة قوته بقت اكبر منك، مع ان انت معاك جولد اكتر بس ما صرفتوش، فمالوش لازمه. يبقى اللي اتكلمنا عليه لحد دلوقتي هي فكره انك تفهم انك معاك جولد زياده، ولازم تستغل ده عن طريق انك تكون في نفس نص الخريطه اللي فيه الجنجلر اللي ضدك. أودير كان ممكن ياخد كامبات اللي فوق وياخد جولد اكتر، لكن زي ما قلنا اللي بيفرم الكامبات اسرع مش ضروري يكون اقوى من اللي ضده. وبالفعل بينزل أودير على البوت لين وبيعمل كاونتر جنج حلوه جدا، وبيستغل الايتمز الزياده اللي معاه وبيقدر يقلب الفايت، وبعدين بيرجع يعمل فارم تاني عادي خالص، وبيفهم ان مورجانا خلصت الناحيه دي وطلع فوق، فبيطلع ياخد الريفت وبيعمل جنك فوق علشان مورجانا ما تلاقيش حاجه زياده تعملها. هو بيحاول يوقفها على قد ما يقدر. في جيم ديانا ده بقى برضه بنشوف نفس الفكره، اخدت كلايه في اول الجيم واخدت الصخور بس ومشيت. هي لازم تصرف الجولد وترجع لنفس النص اللي فيه الجنجلر اللي ضدها في اسرع وقت، وبالفعل راحت له الجنجل وبدات تاخد كامباته، وهو ما فيش حاجه يعملها غير انه يتفرج عليها وهي بتنكحه. كل اللي فرق الكام دقيقه دول عن المهرجان اللي بيحصل في اللو ايلو هي الريكول اللي خلتك تجيب ايتمز اقوى، لان ممكن تلاقي واحد في اللو ايلو عنده فكره انه يروح يعمل كاونتر جانك، لكن من غير الايتمز الزياده الموضوع بقى بيعتمد على الحظ بشكل كبير. وبكده وصلنا لسؤال حلقتنا النهارده، هتفتكر كل جيم في اللعبه بيكون جانجل ديف ولا حماده ديف؟ مستني ردودكم وارائكم في الكومنتات، وما تنساش تبص بص على الوصف وهتلاقي الديسكورد والانستجرام وباقي السوشيالز بتاعت بابا بيهوش علشان دايما تكون متابع الاخبار الجديده بتاعتي. نشوفكم الفيديو الجاي باذن الله، يلا بينا.